يا صباح الخير على أحلى متابعين في الدنيا. أحلى فطار والله بجد. قرص بالسمنة البلدي والقشطة واللبن الرايب عظمة حاجة كده ما شاء الله عليها. والله يعني ده أحلى فطار بالنسبة لي، يعني أنا بحب الفطار ده قوي. حاجة كده خفيفة وطعمها لذيذ جدا، وهنعملها مع بعض النهاردة بقى، وشوية شاي بلبن كده، يا سلام يا سلام عليها. حلوة جدا جدا، هتجربيها بقى بطريقتي ومش هتعمليها غير بيها بعد كده. شايفين الكمية دي كلها كمان ما شاء الله عليها، من كيلو دقيق واحد. هتفطروا وهتتعشوا حاجة كده ما شاء الله حلوة جدا جدا. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ ولا مستوية من تحت كده وإيه؟ الله الله الله، ولا ريحتها بقى اللي كانت قلب الدنيا كلها عندنا، ريحتها تجنن يا بنات. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. معايا كيلو دقيق، حطيت عليه باكت من الخميرة الفورية، وحطيت عليه 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة صغيرة ملح ما تكونش مليانة قوي. ودي بس المقادير الجافة بتاعتنا. هنقلبها كويس جدا بقى. هنجيب كوباية من السمن البلدي، أو أي سمنة أنت حابة تحطيها، أو ممكن نصها سمنة ونصها زيت. دي بقى قشطة كانت عندي في الفريزر، طلعتها بقى فكت كده، وهنحطها بقى عليها، يا سلام عليها. بتخلي بقى القرص تجنن، ريحتها وطعمها خطير ما شاء الله، حاجة كده عظمة. قلبت بقى السمنة بتاعتي والقشطة في قلب الدقيق الأول، وبعد كده بقى جبنا ايه؟ اللبن الرايب اللي هنعجن بيه بقى. أحلى المعجنات يا بنات وأطراها لازم تتعجن بلبن رايب. يعني اللبن الرايب ده هو أقول إيه، بيخلي المعجنات كده هشة وطرية وجميلة جدا، وريحتها حلوة جدا جدا، وطعمها خطير بجد. أنا كده عجنتها، هتبقى محتاجة بقى إيه، نص كوباية مية دافية علشان خاطر الخميرة تتفعل. يعني أنا جبت اللبن من التلاجة اللي هو الرايب ده، وعجنت بيه، فلازم بقى حاجة سخنة كده علشان خاطر ايه تفعل الخميرة معانا. نص كوباية مية دافية بالظبط، شايفين؟ خدت نصها بالظبط بس كده. وهنعجن بقى القرص بتاعتنا كويس جدا. طبعا يا بنات الدقيق مش كله زي بعضه، يعني انا حطيت نص كوبايه الميه مع حبه اللبن الرايب، وعجنوا لي القرص بتاعتي. ممكن انت تحتاجي شويه ميه زياده، او ممكن ما تحتاجيش اصلا. يعني لما تعجني بشويه لبن رايب عندك مثلا ولا كده، ما تحتاجيش ميه. فالدقيق مش كله زي بعضه. تمام كده، انا عجنتها، بولع الفرن بتاع البوتاجاز دقيقه بالظبط وبفصله، وهغطي بقى العجين بتاعي، وما شاء الله عليه شايفين بيخمر، ما بياخدش وقت نهائي. يعني لما بولع الفرن دقيقه كده الفرن يدفى، وبعد كده بغطي العجين بتاعي واحطه في الفرن، ما بياخدش وقت في انه يخمر. صيف شتاء انا بعمل كده على فكره. قطعنا بقى ايه القرص بتاعتنا. انا هعملها ساده، يعني انت عايزه تحشيها احشيها. انا عاملاها ساده بس كده، مع كوبايه شاي بلبن كده بقى الصبحيه كده، وفطرنا بيها تجنن. جبنا بقى صينيه، انت طبعا بتكوري الكرة العجين وتسوي وشها وتدوريها زي ما انت شايفاها كده. الصينيه يا جماعه مش هندهنها اي ماده دهنيه، ليه بقى؟ علشان خاطر احنا عاملين القرص دي دايبه فيها سمنه كتير، وفيها قشطه واللبن الرايب، يعني مخلياها طريه، ومش محتاجه ان هي ندهن الصينيه سمنه. كده بقى ايه، انا كورتها، لازم نساوي وشها يبقى متساوي كده زي ما انت شايفه، ما يبقاش معروج او حتت طالعه وحتت نازله كده. وهنضغط بقى عليها في الصينيه كويس كده عشان نسويها. طبعا ما نضغطش عليها جامد عشان ما نرقهاش، يعني ما تبقاش رقيقه وناشفه كده، لا، يبقى فيها سمك شويه كده عشان لما ترتفع لفوق كده تبقى طريه من جواها. كده انا خلصت اول صينيه، انا عملت صينيتين على فكره. هنسويها على اعلى درجه حراره في الرف الوسطاني، يعني الفرن بنولعه على اعلى درجه حراره في الرف الوسطاني. شايفين عامله ازاي يا بنات؟ وطبعا لو ارضيه القرصه احمرت ووشها ما احمرش، بنولع الشوايه تاخد لون. طبعا شايفينها بتتحرك في الصينية ازاي من غير ما تلزق ولا اي حاجة. شايفين الجمال؟ حلوة جدا جدا بجد، جربوها بالطريقة دي. وما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. عظمة بجد والله، بجد الطريقة دي تجنن. يعني اي مكونات عندك في البيت، حتة قشطة، حبة سمنة وزيت، وايه، هتعملي احلى قرص للولاد تفطروا بها الصبحية. شايفين يا بنات عاملة ازاي؟ وعملت كمية كبيرة جدا، جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.